بعام 1519 أبحر فريق عدده 260 شخص، وبينهم شخص له الفضل بأول طواف حول العالم. بس معقول نجح فرناندو ماجلان طوافه حوالين الأرض وغايته من الطواف اكتشاف العالم؟ مرحبا، كيفكم؟ معكم طارق. ما بدي اطول عليكم، تعالوا افهمكم القصه واعرفكم عليه اكثر. كان ماجلان بحار ومستكشف بنفس الوقت، يلي امتد عمره بين 1470 لسنه 1521، واشتهر بقيادته لاول شخص بيطوف حوالين العالم او لاول الرحلات حول العالم. بس بالواقع ما اكتملت رحلته نهائيا. كان ماجلان من الاشخاص اللي ماتوا قبل من انه تنتهي رحلتهم الطويله والصعبه. ماجلان انولد في البرتغال، يعني برتغالي الجنسيه، وبلشت حياته انه بيشتغل بجزر الهند بموضوع التوابل والمشهوره في الهند، واللي بعدها بفترة حارب في مراكش. وإذا ما بتعرف شو يعني مراكش كانت معركة مركزية موجودة في المغرب العربي، بحيث بهذيك الفترة استولى شخص اسمه عبد الحفيظ حافظ السلطة من أخوه اسمه عبد العزيز. وبعدها ماجلان قاتل خارج المغرب بتاريخ 19 أغسطس بسنة 1908. وماجلان بفترة الحرب انصاب بإصابة قوية برجله، اللي خلته انه ظل يعرج عليها طول حياته بسبب الجرح الخطير اللي كان مصاب فيه، واتهم بعد هاي الحرب بالسرقة. وماجلان ما بحب اي حدا انه يظلم، فبعد فترة شو عمل؟ راح وتخلى عن جنسيته البرتغالية وقدم خدمته لملك اسبانيا. وبهذيك الفترة كان الحاكم لاسبانيا شخص اسمه شارل كان، وهذا الشخص عظيم كثير وعنده سلطة قوية بهي الدولة. والله وراح عليه ماجلان وقدم لهي الخدمة وقدم له خطته المجنونة. وبهذيك الفترة قدم ماجلان خطته للملك الحاكم انه يقلع عبر المحيط الاطلسي، خصيصا لحتى يكتشفوا الجزر الموجودة، وخصيصا جزيرة التوابل. والمعروف بجزيرة التوابل انها موجودة بالهند، وكانت بغرب طريقه. كان فريق ماجلان والاشخاص اللي كانوا معه انهم شاطرين ببيع السلع، او انهم من اكبر التجار وبتمتعوا بالبيع والشراء. والله وافق ماجلان انه كل مكان بيروح عليه يعلن انه هاي الاراضي ملك لاسبانيا، وملك اسبانيا وافق على هاي الخطة، وافق على اتفاقية ماجلان، وزود ماجلان والفريق اللي كان معه كل الامور والمستلزمات والفلوس الكافية اللي ممكن يحتاجها بهاي الرحلة او اللي بتخص هاي الرحلة العظيمة. بس شو الاتفاق الكبير كان بين ملك اسبانيا وماجلان؟ كان الاتفاق انه يقدم تعهد باستكشاف الجزر والاراضي والتوفير الكافي من التوابل، لانه التوابل بهذاك الوقت كان المصدر الرئيسي والقوي بالبيع والشراء او التجارة بشكل عام. وثالث اشي انه كل اشي بيروح عليه بيكون بخص ملك اسبانيا او تابع لهاي الدولة، يعني زي ما تحكي انهم بيستولوا على كل مكان بيروحوا عليه. واكيد الطاقم والفريق اللي كان موجود بهاي الرحلة انهم بيكونوا من مختلف الجنسيات، بس الاشخاص اللي اشتركوا بهاي الخطة واللي اتفقوا انهم يكونوا مع بعض بهاي الرحلة هم الاسبانيين طبعا والبرتغاليين ومجموعة كبيرة، واكيد هم الايطاليين. وباقي الفريق الموجود بالرحلة من الجنسيات الالمانية، الفرنسية، البلجيكية والانجليز، وبينهم الزنوج وفئة اسمها الملاويين. بس ركز لي على فئة الزنوج والملاويين. ليش اختاروه؟ هذول المجموعتين اختاروهم بالتحديد لانهم وظيفتهم الترجمة اذا كان في اي صعوبة بالتفاهم بين الطرفين البائع والمشتري. ومع بداية رحلة الاستكشاف الأولى، ببداية رحلة الاستكشاف عند ماجلان كان براسه هدفين، واللي تكفل فيهم بالمهمة الأولى وأشهرهم اكتشاف العالم والجزر. وبتاريخ 1519 كان ماضي على استكشاف كولومبوس لأمريكا 25 سنة. بالنسبة لماجلان إنه كولومبوس هو أول استكشاف لإله، أكيد اللي صار معاه بالصدفة وهو رايح يستكشف الجزر الموجودة بهذا العالم، بالتحديد وهو طريقه لحتى يكتشف جزر الهند أو بما يسمى جزيرة التوابل. وماجلان بهاي الحالة ما كان بيعرف إنه اكتشف قارة كاملة، كان مفكر هاي القارة والأراضي تابعة لجزر الهند، بس بالحقيقة هي فقط قسم لجزر الهند، واللي سماها بهذيك الفترة جزر الهند الغربية. بس خلينا نرجع شوي لسنة 1513 يلي صار بهذاك الوقت أهم اكتشاف بالتاريخ على نظر شخص اسمه بالبو الإسباني على محيط جديد كليا واسمه المحيط الهادئ. وبعد هذا الشخص اللي اسمه ماجلان صار متأكد 100% إنه هاي القارة الضخمة موجودة المزروعة حوالين المحيط الأطلسي، وبنفس الوقت موجود على الطرف الثاني محيط مجهول الهوية. وبرجع بذكركم إنه كانت أهداف ماجلان إنه يكتشف هاي المحيطات والطريق اللي هو بيمشي فيه، بس ما كان همه الأساسي إنه يروح تحديدا لحتى يعرف شو هاي المحيطات. كان هدفه الرئيسي انه يروح لجزيرة التوابل او الطريق الرئيسي اللي بوديهم على جزيرة التوابل، وتحديدا جزر الهند كامل، لانه راح تفيدهم بالبيع والشراء والتصدير، ويعرفوا الطريق الرئيسي اللي بوديهم وبيجيبوا. وبال20 من شهر سبتمبر سنة 1519 اللي راح ماجلان والفريق اللي كان معه ب5 سفن مرافق للميناء الاسباني، سفينة اسمها سان أنطونيو وكنوسو بنسن، وسفينة اسمها سان دييغو، وسفينة فيكتوريا، واكيد السفينة الرئيسية الضخمة تيرينيدا اللي الموجود عليها ماجلان اللي بتكون تحت قيادته. وبعد 3 أشهر من هذا السفر او
مغادرة اسبانيا. الاسطول الصغير بهاي الرحلة اتوجه لامريكا الجنوبية، واللي دخلت على خليج اسمه خليج ريو دي جانيرو لحتى تتزود بالاغراض المطلوبة وتتصلح بعد الاصابات اللي واجهتها بهاي الرحلة بسبب العوامل الجوية والمياه. بس بعد ما راحت سفن ماجلان لحتى تدور على ممر يوديها للمحيط العظيم الموجود بالمغرب، وظلت السفن مسافرة أكثر من 3 أشهر بهاي الرحلة باتجاه الجنوب على الساحل الأمريكي الجنوبي. وبوقتها موسم الشتاء كان كثير قريب من منتصف الكرة الأرضية، وبشهر 3 من سنة 1520 اللي صار خلاف بين الأفرقة الموجودة على هاي السفن بموضوع قيادة السفينة اللي بده يكون مسؤول عنها. بس لحسن حظه لماجلان بهاي الرحلة قدر إنه يسيطر على الوضع. فيك تحكي عزيزي المشاهد إخماد هاي الثورة، لأنهم لو قلبوا ضده هو الخسران، لأنه اتفق على تعهد مع ملك إسبانيا، وبالآخر هو اللي راح يندم، اللي وعده باكتشاف الجزر ويعزز الدولة بالموارد. وبنهاية شهر مايو من نفس السنة في سفينة من السفن، سفينة سان دييغو، جازفت مجازفة كبير إنها تنطلق تماما لحتى تكتشف البحار الموجودة بالجنوب. بس بسبب العوامل الجوية الصعبة اتحطمت هاي السفينة وغرقت، والفريق اللي كان موجود على هاي السفينة كان بحالة كثير سيئة لما راح عليهم ماجلان وانقذهم. حاليا صفى عنا فقط 4 سفن. وقفوا هاي الرحلة مؤقتا لنهاية شهر أغسطس. وبعد بفترة من شهر نوفمبر بسنة 1520 من نفس السنة، شخص من أعضاء السفينة الموجودين على هاي الرحلة اكتشف طريق موجود اللي اسمه المضيق البوغازي أو البوغاز. فلما اقتنع ماجلان إنه موجود طريق بهذا الممر، أرسل ماجلان سفينتين لحتى يكتشفوا هذا الطريق. ولما رجعت هدول السفينتين لحتى يجيبوا جواب لماجلان المسؤول، خبروا إنه هذا الطريق عبارة عن مضيق الأرض اليابس. بس أصر ماجلان إنه يعبر من هذا الطريق ويعرف شو موجود فيه. وتخيل عزيزي المتابع، وهم مارين من هذا المضيق كانوا يقسموا الطريق لنصفين بسبب خشونة الأرض اليابس. دخل ماجلان بالسفن ال4 لهذا المضيق الصعب. كل مرة يتعمقوا بهذا الطريق يصير الطريق عليهم أصعب أكثر، وبتزيد قساوة الممر بالجروف الصخرية والأرض الصلبة. ولما حل عليهم الليل بهذا الطريق، بلشت تضوي هاي الصخور من بعيد المشتعلة بالنيران، والصادرة كانت من معسكرات الهنود الحمر الموجودين بهاي الأرض، وسموها الإسبانيين بأرض النار، وباللغة الإسبانية تيرا ديل فويغ. وبتاريخ 28 من شهر نوفمبر بسنة 1520 وأخيرا وصلوا لنهاية هذا الطريق اللي كانوا فيه، وسموه مضيق ماجلان، لأنهم كانوا يعتبروا حالهم أنه هم أول أشخاص بمروا بهذا الطريق. واكتشفوا بعدها محيط ما لا نهاية، وكان هذا المحيط هو المحيط الهادي. وأكيد السبب اللي سموا البحر بهذا الاسم لأنه كان نسيم البحر هادي كثير. وكل هاي الاكتشافات اللي صارت بفترة 98 يوم، وأكيد مات منهم نسبة كبيرة من هدول البحارين بهاي الرحلة بسبب مرض شهير اسمه الأسقربون. وهذا المرض سببه تناول كميات غير كافية من الخضروات والفواكه، وبيعمل على التعب والضعف للجسم، وبيعمل مشاكل في اللثة والشعر والجلد، واكثر اشي بيعمل فقر الدم. وموضوع فقر الدم اثناء هاي الرحله يعتبر كثير صعب. والنسبه الكبيره اللي خلى هذا المرض ينتشر اكثر بين الفريق انهم بيشربوا المي العكره الموجوده بالبحر بنسبه عاليه لمده 98 يوم، يعني طيله الرحله اللي كانوا فيه. وصلنا حاليا لاخر مرحله موجوده بهاي الرحله، وهي للاسف مقتل القائد فرناندو ماجلان. واخيرا بعد ما وصلوا جزيره اسمها جزيره الماريان، والمعروفه بجزر الحراميه، واللي بفوت عليها ما بيطلع حي، والمعروفه بانها جزر ما بترحم حدا بدخل عليها. بس هاي الجزيره مقسومه لعده اقسام، وموجود فيها جزر الفلبين وجزيره اسمها جزيره سيب. واللي تفاجأ الرئيس الوطني لهاي الجزيره بوصول ماجلان لهاي الارض، يلي تعرف ماجلان لقائد هاي الجزيره يلي اتفق معه انه يساعده مقابل الموارد اللي ممكن يعطيه اياها هذا القائد لماجلان. والرئيس الوطني لهي الجزيرة خبر ماجلان انه في حرب بينه وبين جزيرة اسمها ماكتان الموجودة حواليه، وماجلان عشان ياخذ يلي اجى علشانه قرر انه يساعد هذا الشخص ويحارب معه ويوقف جنبه. ولما وصل ماجلان لبداية الحرب اتفاجأ بالعدد الهائل الموجود ضده من المحاربين والاقوياء، وما كان مكفي فريق ماجلان انه يقاتل معه بهذا العدد بعد المرض اللي سبب بوفاة 98 شخص. وانقتل ماجلان بارض المعركة الموجودة على هاي الجزيرة، وهون مات ماجلان وهو ما بيعرف انه سفينة من السفن اللي كانت معه هي اول السفن اللي اكتشفت هاي الجزر، خصيصا انها تكون اول سفينة مبحرة حول هذا العالم. والرئيس الوطني لهاي الجزيرة قلب على البحارة الموجودين بهاي الرحلة او الفريق المتبقي من الحرب مع ماجلان، اللي قتل عدد كبير منهم، ووصل عدد الموجودين ل 114 شخص، والبقية قدروا انه يهربوا بالسفينتين اللي كانوا موجودين واللي ظلوا على ارض هاي المعركة، ومع وصولهم لجزر البهار وجزر الهند برجعتهم بعد ما قطعوا نص الطريق وراجعين لاسبانيا، ومعهم شوية من البضاعة المطلوبة والمال، تعرضت سفينة ترنيدا واللي تعتبر اكبر السفن الموجودة بهاي الرحلة للغرق بسبب الاصابات الموجودة فيه. وكملت سفينة فيكتوريا طريقها تحت قيادة شخص اسمه خوان سبيستيان، هذا كان قائد هاي الرحلة بفترة العودة. واكيد انجبروا يمروا بين الجزر البرتغالية لحتى نزل من السفينة عدد كبير بسبب التعب والجوع، بس للأسف وقعوا بالأسر
بين أيدي البرتغاليين الموجودين على هاي الجزيرة، لأن البرتغاليين بهذاك الوقت ما كان بدهم الأسبان يكونوا على أراضيهم. وبتاريخ 1522 سفينة فيكتوريا الراجعة لحالها قدرت إنها تدخل الميناء الإسباني اللي اسمه ميناء شولق، وهذا الميناء هو الميناء اللي بلشت فيه رحلتهم الصعبة وسفرهم حول العالم. خبروا القائد الإسباني بمقتل ماجلان والفريق اللي كان موجود، وللأسف هيك بيكون انتهت رحلة أول شخص ببحر حول العالم، والنهاية كانت أصعب من البداية. وهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك بهاي القناة لحتى نوصل 10,000 مشترك من هون لنهاية هاي السنة، وبدعمكم وبمحبتكم، ونشوفكم بفيديو جديد. سلام.